بنبدأ الفيلم بسام اللي بيكون عنده إعاقة ذهنية وعنده توقف عند 7 سنين، بس ده مش بيمنعه إنه يشتغل ويتجوز. والنهاردة مرات سام اللي بتكون حامل هتولد، وسام ساب الشغل وراح المستشفى ومراته بتولد بنت وبيسميها لوسي. وهم خارجين من المستشفى مراته بتهرب وسابته وسابت معاه لوسي لأنها ما كانتش قادرة تستحمل إعاقته وما كانتش عايزة طفل منه. وبدأ سام هو اللي بيراعي لوسي. وفي مرة لوسي فضلت تعيط وما كانش عارف يعمل لها لحد ما جارته اللي اسمها آني كلمته وقالت له وهي بتعيط عشان جعانة وبتقول له إن الأطفال بتاكل كل ساعتين. نسقت له مواعيد الأكل بتاعت لوسي مع برامج تلفزيون علشان ما يتلخبطش. وتاني يوم صحاب سام واللي بيكون عندهم إعاقة ذهنية جم قعدوا معاه شوية، وحياة سام بتدور حوالين لوسي لدرجة إنه بيروح بيها الشغل وبيقدم بيها الطلبات لحد ما لوسي كبرت شوية فبيسيبها مع آني فبيروح الشغل. وعدت الأيام ولوسي كبرت لحد ما وصلت 7 سنين، ولكن بتسأل سام أسئلة وهو ما بيكونش عارف إجابات. وفي مرة سألته أنت كده من ساعة ما اتولدت ولا كانت حادثة؟ وسام قال لها قصدك إيه؟ فبتقول له أنت مش زي الآباء التانيين. وسام قال لها وهو بيعيط أنا آسف. وراح بعد كده هو وأصحابه اشتروا جزمة عشان المدرسة. سام ما كانش معاه فلوس الجزمة كلها وقعد هو وأصحابه يجمعوا فلوس للجزمة عند الكاشير عشان يحاسب، وبعد ما حاسبوا خلوا الكاشير يدوهم بلالين. وراحت لوسي المدرسة بس كان عندها صاحب اسمه كونر بيعايرها وبيقول لها أبوك معاق. وبعد فترة من دخول لوسي المدرسة بتبعت لسام. ولما راح المسؤولة هناك قالت للوسي بتقعد آخر الفصل كأنها مش عايزة تتعلم، وبتقول له عقلك واقف عند 7 سنين، تقدر تقول لي هتاخد بالك منها ازاي لما يبقى عندها 8 سنين؟ وتاني يوم سام ولوسي خرجوا ياكلوا في مطعم غير اللي كانوا بياكلوا فيه، بس سام قاعد يزعق للبنت اللي بتقدم الطلبات لأنها مش فاهمة طلب، والمطعم كله قاعد يتفرج عليهم. واليوم اللي بعده كانت حفلة لوسي في المدرسة. سام قاعد يرقص مع لوسي وأصحابها قاعدوا يضحكوا عليها، وحست لوسي إن سام بيحرجها. وجه عيد ميلاد لوسي الثامن وسام عزم كل أصحاب لوسي عشان يعمل لها مفاجأة، لكنها أول ما تدخل لوسي من الباب كونر بيقول لسام بنتك بتقول عليك إنك مش أبوها وإنك متمنيها. لوسي بتجري وسام جرى وراها عشان يجيبها، لكن شرطة مساعدة الأطفال خدوا لوسي بعد ما المدرسة بلغت بحالة سام العقلية وإنه ما ينفعش وصي على لوسي. والشرطة خدت سام للمحكمة والقاضي قال لسام عندك محامي؟ بس سام ما كانش مركز معاه ومركز إن كان في جنبه مكان فاضي عشان لو حد عايز يقعد. فالقاضي قالت له لوسي هتفضل في قسم مساعدة الأطفال وأنت هتجيلها زيارة. فسام عيط وقال لها لوسي مش ترجع معايا، أنا عايزها تروح معايا. وتاني يوم راح سام لأكبر محامية في البلد وبنعرف إن اسمها ريتا، لكن ريتا بتكون مشغولة وعشان تخلص من سام بتقول له إنك مش هتقدر تدفع الأتعاب بتاعتي. وخرجته من المكتب ولكن سام فضل يتكلم معاها، فلقيها بتكلم ابنها وقال لها لو خدوا ابنك منك هتعمل ايه؟ فريتا عشان تمشيه قالت له سيب رقمك مع السكرتيرة بتاعتي وهي هتشوف لك محامي تاني. فسام ساب رقمه وراح بالليل تاني، فاللي شغالين معاها سألوها قالوا لها مين ده؟ ضحكت عليهم وقالت لهم ده موكل عندي. فقالوا لها الراجل ده مش هيقدر يدفع الفلوس وإنك مش أما تعمل حاجة مجان. فريتا اتضايقت من كلامهم وقالت لهم لا لا أنا بعمل حاجات مجانية. وجه معاه زيارة سام ولوسي وسام كان جايب لها هدية، والأتوبيس جه ولكن نسي ياخد الهدية ورجع تاني عشان ياخد الهدية، لكن الأتوبيس سابه ومشي فبيتأخر على ميعاد لوسي. فراح لها جري وأول ما وصل وقع على الأرض وقعد هو ولوسي قالت له أنا آسفة ومش عايزة أب تاني غيرك. وسام حكى لها على ريتا المحامية ومشي سام من عندها وراح لريتا المحامية وقال لها كلمت المحامي اللي هيمسك القضية بتاعتي. وريتا عشان تثبت للي شغالين معاها إنها ما تعمل حاجات مجانية بتقول له أنا اللي هبقى المحامية بتاعتي. فسام وراها رسالة مبعوثة من المحكمة فبتقول له المحكمة عاوزاك تروح لدكتور نفسي وبتقول له الميعاد دلوقتي يلا روح. وما يقول لها أنا مش عارف أوصل بسرعة فريتا بتوصله بعربيتها وقعد سام مع الدكتور. وتاني يوم ريتا بتقول له هات لي أشخاص يشهدوا إنك أب كويس. فسام جاب لها أصحابه وريتا قعدت معاهم ولكن ما عرفتش تطلع منهم بأي حاجة منطقية. فراحت لسام الشغل وقالت له إحنا عندنا جلسة بعد 3 أيام. فبتقول له هات شاهد واحد بس بيكون عارف هو بيقول إيه. فسام راح لآني بس آني ما رضيش تيجي معاه. فسام راح المحكمة لأصحابه وفي المحاكمة الدكتورة النفسية قالت سام في المقابلة بتاعتنا كان متوتر مكانش عارف هو بيقول إيه. فريتا قالت لها عادي إن هو يبقى متوتر، أنا عندي معلومات إن ابنك كان مدمن مخدرات، أكيد ساعة ابنك لما كان مدمن كنت متوتر وما كنتيش عارفة بتقولي إيه أنت كمان. فالدكتورة قعدت تعيط والجلسة خلصت على كده. بعد ما خرجوا من المحكمة سام
عزم ريتا على الأكل، واستمرت جلسة الوصاية بعد كده. بس في زيارة سام ولوسي، لوسي خدته وهربت وقالت له تعالى نبدأ حياة جديدة. وبس في الليل الشرطة لقيتهم ورجعت لوسي لقسم خدمة الأطفال، وريتا جات وقعدت تزعج لسام وترجت المسؤولة إنها ما تجيبش سيرة بموضوع الهروب للمحكمة لأن دوتها هيضعف موقف سام. وقبل ما ريتا ما تمشي لوسي بتحضنها وبتقول لها أرجوك ما تسيبناش. بس تاني يوم بيجي لوسي مستشارين من المحكمة، وكان منهم واحد اسمه تينر واللي كان ضد سام ومع انفصاله عن لوسي. واتكلم تينر مع لوسي عن موضوع الهروب، وسام كان بيشوفهم من خلال شاشة، بس لوسي ما قالش لتينر أي حاجة. وفي الجلسة اللي بعد كده أنا جات عشان تساعد سام وقالت إنه يقدر يرعى لوسي. فتينر قال لها أنت منعزلة عن العالم وما بتخرجيش، ازاي عرفت تقيمي علاقة أب وبنته؟ وبيقول لها ممكن تكلميني عن أبوك شوية، بس أنا لما تسمع السؤال عن أبوها بتقعد تعيط. فسام قام يخبط وقال لهم السؤال ده غير مقبول، أبو أني كان شخص مؤذي وهي مش بتحب تسمع سيرته. وخلصت الجلسة. والجلسة اللي بعد دي سام هو اللي كان هيستجوب، فريتا خدته معاها البيت عشان تدربه على الأسئلة. فسام قاعد يتفرج مع ابنها على التلفزيون، وبعدين قعد معاها وحفظ الأسئلة. فريتا ادته بدلة من عند جوزها عشان يحضر بها الجلسة. ويوم الجلسة لبس سام البدلة وراح بها الشغل، ومديره علشان يشجعه خلاه هو اللي يعمل القهوة للزباين، بس الخلاط اتضرب في وشه واتأخر عن الجلسة. ولما وصل كان مبلول، بس قعد وريتا سالته وجاوب على الأسئلة اللي كان حافظها. بس قام تينر بعد كده وفضل يسأله أسئلة مركبة علشان يلخبط، وسام ما كانش عارف يجاوب وكل شوية بيبص على ريتا عشان تقول له أي حاجة يقولها. وشوية وعيط وكان تيرنر لسه بيسأله. سام قاعد يخبط وهو بيعيط وقال مش عايز أكمل. والقاضي حكم بإن لوسي تروح لعيلة تانية ترعاها، وسام راح عشان يودعها. ولوسي راحت تعيش مع واحدة اسمها رند. وسام بقي مكتئب وبطل يروح الشغل وما راحش لوسي في أول زيارة ليه. وجات ريتا خبطت عليه بس سام مرضيش يفتح له، فريتا كسرت الباب ودخلت لقيته عامل حيطة من الورق. فقالت له القضية لسه ما خلصتش ولازم تشتغل ولازم تجيب شغل، وممكن القاضي يعيد النظر في القضية تاني. فسام قام يزعق وقال لها عشان انت طبيعية مش حاسة بيا ولا باللي زيي، انا حاولت كتير وما قدرتش. فريتا دخلت له من الورق وقالت له انا طبيعية بس جوزي بيخوني وابني ما يحبنيش عشان انا طول الوقت مشغولة، لكن بنتك بتحبك فما تخسرهاش. فسام اقتنع بكلامها وبقي شغال شغلانة إضافية، بياخد كلاب بيأكلهم ويمشيهم. وراح سام للوسي في الزيارة التانية، ولوسي ضربته عشان ما جاش الزيارة الأولى، بس سام صلحها وراح مع ريتا المحكمة. بس ريتا عرفت إن راندي الست اللي لوسي عايشة معاها عايزة تتبنى لوسي، والمحكمة وقسم خدمات الأطفال موافقين. فريتا قعدت مع سام وقالت له إحنا ممكن نشوف طريقة تانية، إن مثلا تبقى بتشوف لوسي كتير من غير ما تبقى الوصي. فسام راح اشترى شقة جنب راندي عشان يبقى جنب لوسي، وراح قال للوسي إنه بيجي ساكن جنبها. بس راندي بتكون متضايقة وبتقول له لازم ندي لوسي الاستقرار وما ينفعش تبقى مشتتة بينه وبينها. فسام حضن لوسي ومشى. وفي الليل هربت لوسي من الشباك وراحت لسام، وبعد ما لوسي نامت سام خدها ورجعها تاني لراندي. وكل يوم لوسي بتخرج وتروح لسام. وفي يوم جات ريتا وابنها شق سام الجديد وادته بدلة وقالت له بكرة هتقف قدام راندي في المحكمة. فسام قال لريتا شكرا انك عملت كل ده معايا. فريتا قالت له انا بقيت مندمجة في القضية دي اكتر منك. وجه سام للجلسة بتاعت بكرة، بس بالليل راندي جات ومعاها لوسي وقالت لسام إن أنا كنت فاكرة إن أنا هبقى أم لوسي، بس بعد ما شفت حبك ليها وحبها ليك اكتشفت اللي أنت أحق بيها مني. فسام خد لوسي وقال لها أنا مش هعرف أعمل ده لوحدي، لوسي لازم يبقى ليها أم وأنت هتبقى أمها. وفعلا عاشت لوسي بين سام وراندي، وريتا كانت قريبة منهم وكانت بتروح لهم كل شوية هي وابنها.